قناة سكولي هتقدم النهاردة اللازانيا. هنعملها في البيت من A to Z خطوة خطوة. الطعم رهيب والفرق كبير جدا بينها وبين الجاهزة. يلا نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد عدد كبير من الناس. نص كيلو من الدقيق أو 500 جرام، 1.5 جرام من الملح، 25 ملي زيت زيتون. هنخلطهم مع بعض. هنضيف 6 بيضات. البيض هنضيفه واحدة واحدة مع الخلط. لو مفيش عجانة مش مشكلة، هنعجن بإيدينا عادي جدا. هنعجن لحد ما العجينة تتماسك. هنلف العجينة في بلاستيك راب وهنسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة لو هنشتغل فيها على طول. هنرش رشة من الدقيق. هناخد جزء من العجينة وهنفرده بالنشابة بشكل طولي. لو هنشتغل بعد ساعة أو أكتر لازم نحطها في التلاجة. هنستخدم المكنة بتاعة المكرونة. اللي ما عندوش المكنة مش مشكلة، هنكمل بالنشابة عادي جدا، بس هنرقق العجينة كويس خالص. المكنة بيكون فيها تدرجات من الأوسع للأضيق من 1 ل9. هنبدأ بالأوسع وبعد كده هنعمل كل مرة درجة أضيق لحد ما نوصل لأضيق حاجة اللي توصل لنا العجينة إنها تكون رقيقة جدا. هنكرر العملية كده لحد ما العجينة تبقى رقيقة جدا وشفافة، يعني لو حطينا ايدينا من وراها بنشوف ايدينا واحنا ماسكينها. هنطبق العجينة بالطريقة دي لحد ما نخلص كل كمية العجينة اللي عايزين نعملها. طبقات اللازانيا. هنبتدي نحط طبقة من البشاميل في الصينية في الأول. هنقطع اللازانيا على مقاس الصينية بالطريقة دي ونحط طبقة من اللازانيا. طبقة من البشاميل. رابط البشاميل هيظهر دلوقتي وموجود برضو في صندوق الوصف. هنحط طبقة من صوص البولونيز. الرابط بتاع صوص البولونيز هيظهر لنا دلوقتي. هنكرر الطبقات لحد 3 طبقات بس، كده بتبقى مناسبة جدا. آخر طبقة هنحط فوقها بس البشاميل. هنحط طبقة من الجبنة الموتزاريلا على الوش كله. رشة من الزعتر الناشف بينقل الطعم في حتة تانية. في فرن ساخن على درجة حرارة من 180 إلى 200 درجة لمدة نص ساعة. دوقوا بقى أحلى لازانيا ممكن تدوقوها، أحلى كتير جدا من الجاهزة، وكلها من عمايل إيدينا. وألف هنا.